جدا جدا جدا. النهارده الفيديو هيكون هعمل لكم اكله كلنا بنحبها وينفع ناخدها كمان في المدرسه. النهارده هعمل لكم معجنات وهنقدر نعمل منها عيش فينو وهنعمل بيتزا النهارده. وقبل ما نبدا فيديو النهارده مش هتنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتفجروا الفيديو ده لايكات عشان عايزاه يوصل لعدد لايكات كده كتير. ويلا دلوقتي يا جماعه معانا المقادير. هنا عندنا 2 كيلو دقيق عليهم رشه ملح، هنا ديت خميره عليها لبن ورشه سكر، هحط نص كوبايه زيت وميه دافيه للعجن، ودي مكونات العجينه. ودي يا جماعه مكونات الحشو. هنا ديت صلصه معموله من بصل وثوم، وهنا دي طماطم متقطعه وفلفل، وهنا ديت لانشون وجبنه موتزاريلا. واللي بقى عايز يزود زيتون او اي حاجه او مثلا فراخ او لحمه او اي حاجه، هو كل واحد على حسب رغبته. ويا جماعه ده شكل العجينه بعد ما اتعجنت، وهنسيبها نص ساعه تخمر. شوفوا شكلها، هنسيبها بقى نص ساعة تخمر وهرجع لكم. ودلوقتي يا جماعة عجنت العجينة وحطيتها في الصواني. شوفوا شكلها، عملت 4 صواني شكلهم جميل. ولسه في عجينة تانية هنعمله بيهم العيش الفينو عشان ناخدهم معانا المدرسة. ويلا بينا نبدأ بقى في عمل الحشو بتاعها. وده يا جماعة شكلها بعد ما فردت الحشو عليها. شوفوا شكلها حلوة ازاي. ودلوقتي هدخلها الفرن وهرجع لكم بقى بعد ما هدخلها الفرن وهي بقى مستوية. يا جماعة دي طريقة عيش فرد العيش الفينو عشان يطلع كده هش وطري. اول حاجة بفرده كده، بعدين بمسكه كده وبلفه عشان يطلع هش كده وطري وجميل. ماشي، خدها حطها هنا. وده يا جماعة شكل البيتزا بعد ما عملتها اهي. دلوقتي هروح احطها في الفرن. ده شكل العيش الفينو، هنسيبه يخمر عبال ما نعمله البيتزا. بعدين هنعملوه هرجع لكم بقى. وده يا جماعة شكل البيتزا بعد ما استوت، وده شكل العيش الفينو. شوفوا يا جماعة هش وطري ازاي. شوفوا شكله، شوفوا طري جدا، حلوة قوي. دي شكل البيتزا، شوفوا شكلها. الاتنين حلوين جدا. وال2 كيلو دقيق دول عملوا 4 صواني بيتزا و20 رغيف عيش فينو. يعني بص. وبس يكون انتهى فيديو النهارده. عجبكم فيديو النهارده تحطوا لايك وسبسكرايب. بحبكم يا اجمل فانز في الدنيا. وبس بالهنا والشفا، اتفضلوا معانا وبس. سلام.